قالت امرأة للشيطان: أترى ذلك الرجل الذي يعمل خياطا؟ أتستطيع أن توسوس له حتى يطلق زوجته؟ قال الشيطان: نعم، وهو أمر بسيط. فذهب إليه الشيطان وأخذ يوسوس له من شتى الاتجاهات، ولكن الخياط كان يحب زوجته كثيرا، فلم يأبه ولم يفكر حتى بالأمر. فعاد الشيطان وقد اعترف بالهزيمة، فقالت له المرأة: راقب الآن ما سيحدث. ذهبت المرأة إلى الخياط وقالت له: أريد قطعة جميلة من القماش يريد ابني أن يهديها إلى صديقته المتزوجة. فأعطاها الخياط القطعة، ثم ذهبت إلى بيت الخياط ودقت الباب، ففتحت زوجة الخياط، فقالت لها المرأة: أريد أن أدخل عندك لأشرب الشاي عندكم. فقالت لها زوجة الخياط: تفضلي. وبعد أن دخلت زوجة الخياط المطبخ، قامت بوضع قطعة القماش خلف الباب دون أن تلاحظها زوجة الخياط، وخرجت. وعندما عاد الخياط إلى البيت شاهد قطعة القماش فتذكرها على الفور، وتذكر قصة المرأة عن صديقة ابنها، فقام بطلاق زوجته فورا. فقال الشيطان: أنتن الحريم ما لكن حل. فقالت المرأة: انتظر، ماذا لو أعدتها إلى ذمته فورا؟ قال الشيطان: كيف ذلك؟ عادت المرأة في اليوم التالي إلى الخياط وقالت له إنها تريد قطعة قماش شبيهة بالتي أخذتها بالأمس، لأنها ذهبت للصلاة عند امرأة مسكينة وقد نسيتها عندها وخجلت من العودة إليها. وعندها قام الخياط بالاعتذار من زوجته، وعلى الفور أعاد زوجته إلى بيتها. وفي تلك اللحظة تم نقل الشيطان إلى مستشفى الأمراض العقلية قسم العناية المركزة.